بيبدأ الفيلم في سنة 2563 بعد ما قامت حرب كبيرة اسمها حرب السقوط. الحرب دي أدت لدمار الكوكب كله وانقسامه لمدينتين، واحدة في القمة واسمها زلم، ودي توفرت فيها كل التكنولوجيا الحديثة والذكاء والقوة. التانية استمرت تحت على الأرض وكانت بتحتوي على الخراب، وبيكون اسمها المدينة الحديدية. بنشوف في وسط الخراب والخردة المنتشرة دي دكتور دايسون اللي كان بيدور على أدوات يستخدمها في المعمل بتاعه، وبالصدفة بيلاقي جزء من روبوت على هيئة بشرية، وبيتفاجئ لما بيلاقي إن عقلها لسه شغال، فبيقرر ياخدها ويصلحها ويركب لها جسم جديد. لما بيروح المعمل بيفضل طول الليل يصلح فيها، وتاني يوم بتصحى الروبوت من النوم وبتتفاجئ بجسمها، وبتحاول تمشي علشان تكتشف المكان اللي هي فيه، وبنعرف إن هي فاقدة ذاكرتها تماما وما تعرفش أي حاجة عن نفسها. بعدها بتنزل بحذر علشان تشوف هي فين، ولما بتنزل بتشوف الدكتور والمساعدة بتاعته بيساعدوا شخص غريب، والشخص ده بيكون نصه إنسان ونصه روبوت. ولما الدكتور بيشوفها بتروح عنده وبيبدأ يفحصها، وده علشان يتأكد إن الأجهزة اللي هو راكبها شغالة كويس. بعدها بتبدأ تتكلم معاه وبتسأله عن نفسها وهل هو يعرفها من زمان ولا لأ، وبيعرف الدكتور وقتها إن هي فاقدة الذاكرة. بعدها بيحكي لها عن اللي حصل وإنه لقاها في الخردة، وبعدها خدها المعمل بتاعه وصلحها وركب لها الجسم اللي هي شايفاه ده. بعدها بيخرجوا سوا علشان يوريها العالم اللي هي عايشة فيه، وبيشرح لها الوضع ماشي إزاي على الأرض. وبتبص فوق وبتلاقي في شيء غريب في السماء. بيقول لها الدكتور إن دي المدينة العائمة، ودي اللي اتكلمنا عنها في الأول، وبيكون اسمها زلم. بعدها بيقرر الدكتور انه يسمي الروبوت دي إليتا. بعدها بتفضل تلف في المدينة لحد ما بتشوف روبوتات عمالة تقاتل بعضها، وبتكون معروضة على قناة تلفزيونية. بتسأل الدكتور وبيقول لها ان دي اكتر لعبة منتشرة في المدينة، وبيقول ان من رأيه ان اللعبة دي ملهاش اي لازمة، وبيقول لها ان اسم اللعبة موتور بول. بعدها بيجيب لها اكل وبيروح يحاسب. بعدها بيظهر قدامها آلة متحركة عملاقة جاية ناحيتها، وبتستعد علشان تقاتلها، ولكن بيجي واحد وبينقذها في اخر لحظة، ولكن بيتفاجئ لما بيلاقيها راحت تاني ناحية الآلة علشان تنقذ كلب صغير. بعدها بتتعرف على الشاب اللي انقذها وبيكون اسمه هيوجو، وبترجع تاني مع الدكتور. وبالليل بنشوف ست بشرية وبيطلع عليها آلي وبيقتلها بآلة حادة، فبتصحى إليتا على صوت صراخها وبتقوم وبتشوف الدكتور وبيكون على ايده دم. تاني يوم بنشوفها وهي خارجة من البيت، وبتقابل ست بتبصلها باستغراب ولكنها بتسيبها وبتمشي. بعدها بتروح الست دي للدكتور وبنعرف انها مراته، وبتكون استغربت لما شافت جسم إليتا لان هو نفس جسم بنتهم اللي ماتت. وبعدها بتمشي في المدينة وبالصدفة شافت مجموعة من الشباب وهم راكبين أحذية بعجل، وكانوا بيطاردوا حاجة معينة، وكانوا بيلعبوا نفس اللعبة اللي شافتها قبل كده على الشاشة. بعدها بيجي هيوجو وبيكون لابس نفس الجزمة اللي هما لابسينها، وبيعرض عليها انها تيجي تلعب، وبيجيب لها عجل وبتبدأ تجري معاهم ناحية الكورة، ولكنها بتتخبط في عمود وبتقع، لكنها بتقوم تاني وبتكمل جري لحد ما بتسبقهم كلهم، وكمان بتقدر تاخد الكورة وبتسجل هدف. وبيروحوا علشان يشتروا شوكولاتة، وبالصدفة بيلاقوا الروبوت في المكان اللي هما فيه وبيكون شكله غريب. وبتسأل إليتا هيوجو عن الروبوت ده، فبيقول لها إن واحد من المحاربين القدامى، وده بيكون حلمه إنه يطلع لزلم. وهما مروحين بتحكي إليتا لهيوجو إن الدكتور لقاها في الخردة، فبيقول لها إن هي أكيد من زلم، إن كل الخردة اللي هنا بتيجي من هناك. وبالليل بتشوف الدكتور وهو خارج، بتقرر تروح وراه، وبيكون الدكتور هو كمان بيراقب حد، وفجأة بيفتح الشنطة اللي كانت معاه وبيطلع منها سلاح غريب. ولما بتشوفه إليتا ماسك السلاح بتروح له علشان تمنعه، بتكون معتقدة إنه هيقتل الست اللي كان ماشي وراها، ولكن فجأة بيطلع عليهم 3 أشخاص باين عليهم الشر، وواحد فيهم كان ضخم جدا ومغطي جسمه بعباية، والتاني كان نحيف. وكمان بتكون معاهم الست اللي الدكتور كان بيراقبها، وهم كلهم بيكونوا عاملين فخ للدكتور وعايزين يوقعوه. فبيطلب من إليتا انها تهرب بسرعة، ولكنه بيتفاجئ لما بيشوفها رايحة ناحية الروبوت الرفيع، بتنط فوقه وبتفضل تضرب فيه. بعدها ست بتروح علشان تموت إليتا، بتخلع العباية وبيظهر انها كمان روبوت، تحاول تخلص على إليتا بالسيوف اللي معاها، ولكنها بتقدر تتفاداها وبتتخلص منها هي كمان. بعدها بيخلع الروبوت الضخم العباية اللي كانت معاه وبيتكلم مع إليتا، وبيروح ناحيتها علشان يخلص عليها، وهي بتقرر تقتله، وبيظهر لها ذكريات ليها قديمة وهي بتحارب. بعدها بتنط فوق الروبوت الضخم وبتقدر تكسر دراعه، فبيبص لها الروبوت ده بغضب وبيهددها انه هيرجع تاني. وبعدها بينط في حفرة تحت الارض. بعدها بتروح مع الدكتور لمكان اول مرة تروحه، وبيقول لها الدكتور انه صياد محارب ولكنه بيصطاد المجرمين بس، وبيكون معاه راس الروبوت اللي اتدمرت من شوية. ولما بيدخل بيحط الراس في مكان معين وبيطلع له جايزته، وعلى حسب المجرم بيتحدد الجايزة. وقال لها عن السبب اللي خلاه يبقى صياد محارب، وهو ان بنته كانت عاجزة وبتمشي بكرسي متحرك. مرة كانت موجودة في العيادة بتاعته، وفي نفس الوقت اللي دخل فيه لاعب متروبول المكان، وكان بيدور على حاجة معينة، ولما شافها خبطها بكرسي ووقعها على الأرض وماتت.
وبعدها قرر يبقى صياد علشان يلاقيه وينتقم منه. بعدها بنشوف مرات الدكتور مع الروبوت اللي كان بيهاجم إليتا، وكان معاهم شخص كمان، وبيقول لهم ان الروبوت اللي كان مفكرها كيوت طلعت قويه جدا، وبيطلب من الراجل اللي كان معاهم انه يضيف له اسلحه قويه في جسمه. وفي مكان تاني بتروح إليتا مع هيوجو للملعب وبتتفرج على الروبوتات وهما بيدمروا بعض. وبعد ما الماتش بيخلص بيعرفها على بوش وبيعرفها انه بيلعب على البطل النهائي، ولو عرف يكسب هيروح لزالم. وفي نفس الوقت بيكون في مجموعة من الشباب الملثمين بيهجموا على الروبوت وبياخدوه معاه في العربية، يفضلوا يفصلوا الأجزاء الآلية عنه. والمجموعة دي بتكون هيوجو وأصحابه، وبيروحوا يدوها للراجل ده. تاني يوم بيخرج هيوجو وإليتا ومعاهم 2 صحابه، بيروحوا المكان وسط الغابة وبيكون عبارة عن سفينة من أيام حرب السقوط. ولما بتشوفها إليتا بتقرر تستكشفها، بتنط في المية وبتدخل السفينة. ولما بتدخل غرفة السفينة بتلاقي إنها عارفة الرقم السري بتاعها، وبتتفاجئ لما بتلاقي جسم روبوت فيها، فبتاخده وبتروح للدكتور علشان يركبه ليها. ولكن الدكتور بيرفض، فبتقوله على ذكرياتها وإنها في الأصل كانت محاربة، ولكنه بيقولها إن هي لازم تنسى الماضي وتبدأ تعيش حياة جديدة. فبتغضب وبتسيبه وتمشي، وبتقرر تروح المصنع اللي شافته قبل كده مع الدكتور، وقررت تبقى صيادة محاربة. بعدها بتروح مع هيوجو على كانسيس، ودي الخمارة اللي الصيادين بيقضوا فيها معظم وقتهم، ولكن هيوجو بيحاول يمنعها من الدخول، وده لان المكان خطر جدا عليهم، لكنها بتفضل مصرة انها تدخل. وهي واقفة بيروح لها شخص اسمه زبان وبيفضل يتريق عليها، فبتعرفه ان هي صيادة محاربة. بتفضل تتكلم بصوت عالي وبتطلب من كل اللي موجودين انهم يساعدوها علشان يدمروا جريشيكا، وده هو الروبوت الضخم اللي هي قتلته قبل كده، وده لان النظام اصلا بيحميه، وكمان مش موجود ضمن المجرمين المطلوبين للعدالة، لكنهم بيتريقوا عليها. بعدها بتروح لزبان وبتفضل تقول له كلام يخلي كل الموجودين يضحك عليه، بيتعصب، ولما بيحاول يضربها بتتفادى الضربة وبتوقعه بسهولة. بعدها بتفضل تتكلم تاني معاهم كلهم وتستفزهم لحد ما بيتقلب المكان كله لقتال عنيف. وبيروح لها الدكتور المكان علشان كان مفكرها في خطر، ولكن لما بيروح المكان بيلاقي ان كل اللي هناك في خطر منها. بعدها بيتكسر الباب وبيدخل جريشيكا، بيتفاجئ كل اللي موجودين من مظهره، وده لانه اتضاف ليه اسلحه جديده. بيبدا يتكلم وبيعرفهم ان هو جاي علشان ينتقم من إليتا، والكل بيقرر انه يمشي من المكان لانه ملهمش مصلحه من اذيته، وده لانه مش عليه جايزه. بعدها جريشيكا بيموت كلب إليتا وبينط تحت الارض وبيقول لها تيجي وراه للعالم بتاعه، تيجي وراه للعالم بتاعه. لما بتروح وراه بتكرر نفس الحركه اللي عملتها قبل كده، لكنها مش بتاثر فيه وبيفضل يهاجمها، بيقدر يحول جسمها لاجزاء. دلوقتي بتفتكر جزء من ذكرياتها، وده لما كانت مع المربيه بتاعتها. ده بيحاول جوريشيكا انه يمسكها وبيرفعها من شعرها، ولكنها بتلكمه في عينه بقوه. في نفس الوقت هيوجو والدكتور وصياد كمان بيقدروا ينزلوا للمكان اللي هم فيه وبينقذوا إليتا وبيضربوا جوريشيكا. بعدها بيقرر الدكتور انه يركب لإليتا جسم الروبوت اللي هي جابته من السفينة. بتبدأ إليتا تكتشف جدرات البدلة. وفي مكان تاني بيكون جوريشيكا مع شيرين طلقة الدكتور والراجل التاني اللي اسمه فيكتور، واللي اتجوز شيرين بعد طلاقها من الدكتور. وبيكون جوريشيكا متضايق جدا بسبب اللي حصل له، فبيروح له فيكتور وبيبان ان لون عينه متغير، وبيعرف جوريشيكا ان نوفا هو اللي بيكلمه، وده هو الشخص اللي حاكم زلم. وبيقول له ان إليتا اخر واحده من فصيلتها تمتلك اقوى مولد طاقه في العالم، وانه لازم يموتها ويجيب مولد الطاقه ده. بعدها فيكتور بيقابل هيوجو وبيساله على إليتا، وكمان بيقول له عن حلمه الوحيد وهو انه يروح زلم. بيقول له انه لازم يخلي إليتا تصطاد اكبر عدد من المجرمين عشان يحصلوا على الفلوس اللازمه للسفر لهناك، وان هي كمان ممكن تعمل اي حاجه علشان تسافر برضه لهناك. بعدها بيقترحوا عليها انها تقدم في مسابقه المتروبول، والطريقه دي هيقدروا هما الاتنين يروحوا زلم، وبتوافق إليتا. بعدها بيروح معاها الدكتور لاول مباراه ليها، وبيقول لها ان الجسم بتاعها لو حصل فيه اي خلل مش هيقدر يصلحه، وده لانه مش هو المصنع بتاع الجسم ده. وبيروح فيكتور للمتسابقين التانيين وبيقول لهم يخلصوا على إليتا، ده طبعا مقابل انهم يدوهم فلوس كتير. وبنلاقي هيوجو راح لاصحابه علشان يعرفهم انه مش هيكمل معاهم في صيد الآليين. نفس الوقت بيروح زبان علشان يخلص عليه، فبينقذوا صاحبه وبيموت بداله. بيهرب هيوجو بعد ما رمى على زبان قنبله. ولما بيبدأ الماتش بيحذر الدكتور إليتا من كل المتسابقين، ولما بيبدأ الماتش كل الصيادين بيجروا ورا إليتا وبيحاولوا ان هم يقتلوها، ولكنها بتقدر تحمي نفسها. بعدها هيوجو بيتصل عليها وبيعرفها ان زبان بيطارده، فبتخرج من الحلبة وبتروح له وبيروح وراها الصيادين، تقدر تهزمهم وبتلحق هيوجو. وفي آخر لحظة بتظهر صورة هيوجو على الشاشة وإن هو مطلوب للعدالة، وكمان عليه جايزة كبيرة جدا، ولكنه بيقول لإليتا إنه ما قتلش حد، فبتدافع عنه قبل ما زبان يقتله، ولكنها كده بقت بتخالف القوانين، لكنها بتقول له انها هتخلص عليه لو قرب منه. ولكن زبان بيروح له وبيطعنه في بطنه. بتاخده إليتا وتستخبى، ولكن بتشوفهم شيرين بتقول لها على طريقه تنقذ بيها هيوجو، وبتطلع بعدها للآليين بتوع المصنع ومعاها راس هيوجو. ولما بيحاول زبان يكشف لعبتها بتضربه بالسيف، وبتروح للدكتور وبيركب جسم تاني لهيوجو، وبيعرفها ان مفيش حد يقدر يطلع زلم بالفلوس، والطريقه الوحيده انه يكسب في المتروبول. ولما بتساله عارف ازاي، بيقول لها ان هو كان عايش اصلا في زلم بسبب حاله بنته اتنقلوا
المدينة الحديدية، وبيقابل فيكتور شيرين وبيعرف انها ساعدت إليتا وبتقول له انها مش هتكمل في اللعبة دي وسابته ومشيت. بعدها إليتا بتروح للمصنع وبتدمر كل الآليين اللي فيه، وبعدها بتروح لفيكتور علشان تنتقم منه. فبتعرف منه ان في شخص اسمه نوفا هو اللي ورا كل اللي بيحصل، وانه بيستغل سكان المدينة الحديدية وياخد اعضائهم ويعمل عليها تجارب. وفجأة بيدخل جوريشيكا وبيهجم عليها، فبتفتكر ذكرى ليها وهي بتهجم على زلم مع الجيش بتاعها، ولكن المواسير بتنفجر وكانت هتقع، وانقذتها القايدة بتاعتها بتقوم والإصابة بتاعتها بترجع تتصلح. بعدها بتفوق وبتضرب جوريشيكا وتقدر تخلص عليه، ولما راحت لفيكتور علشان تخلص عليه بتتحول عينيه وبيكلمها نوفا وبيهددها ان هو هيدمرها هي والدكتور وهيوجو. بعدها بتطعنه وبتخلص على فيكتور، وبيتصل بيها الدكتور وبيقولها ان هيوجو فاق وكمان طلع ناحية زلم. ولما بيشوفهم نوفا بيشغل سلاحه وبيروح ناحيتهم، ولما بيحاول هيوجو ينط من فوق جسمه بيتقطع وإليتا بتلحقه ولكن دراعه بيفك وبيقع، وبتروح علشان تشارك في لعبة المتروبول عشان تطلع زلم وتنتقم من نوفا. كده يبقى دي نهاية الفيلم بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل جرس الإشعارات. سلام.